سيارة دورية ذكية، هي داخلة في إطار الشراكة الأمنية ما بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة في إطار تجربة لمدة 6 أشهر إن شاء الله. فهذه السيارة هي سيارة دورية كما سبق قلت ذكية، كتوفر على 13 كاميرا بما فيها 11 كاميرا كتصور للخارج وكاميرتين كيصوروا بالداخل ديال السيارة. هذيك 11 كاميرا اللي كيصوروا بالخارج هي في الأصل كتعمل على تنقيط ولوحات السيارات، وفي نفس الوقت اذا كانت شي سياره مخالفه ولا مثلا شي سياره مبحوث عنها كتعطي اشاره للسائق بان السياره مبحوث عنها، وفي نفس الوقت جميع المعلومات اللي في السياره اللي كتعطى للسياره ولا كتافيشا في السياره نقدروا نشوفوهم في مركز القياده، لان هذه السياره هذه مزوده بنظام الجي بي اس ونظام يعني 4 جي ولا 5 جي اللي يقدر يوصل جميع المعلومات وجميع الصور اللي كتلتقهم السياره لغرفه القياده. حاجه اخرى، هذه السياره كاميرات ديالها كما قلت من قبل كتقدر نصور نخدمهم في اطار تشخيص عبر سمات الوجه، يعني اشخاص المبحوث عنهم نقدر نديروا واحد قاعده بيانات محليه او قاعده بيانات يعني عامه اللي تقدر تحكموا بها عن بعد من غرفه القياده. اي شخص مبحوث عنه قدر تم التقاط الصوره ديالو من طرف السياره كتعطي انذار للسائق وفي نفس الوقت لغرفه القياده. زائد هذه السياره مزوده بطائره بدون طيار. هذه الطائره ممكن استخدامها في بعض الحالات تفاديا لبعض يعني مشاكل وتفاديا للتعريض الموظف لبعض الحوادث مثلا حرائق او بعض المناطق الحساسه. ممكن استعمال درون اللي طياره من دون طيار، كما يمكن التحكم بها من داخل السياره والتقاط الصور، جميع الصور التي يتم التقاطها بالدرون ممكن رؤيتها في السياره. من هذا سميتو ممكن نحوطوا المنطقه ونعرفوا شنو واقع في المنطقه بالضبط، ونقدروا نتخذوا في الوقت المناسب ونصيفطوا العناصر المناسبه للتدخل. هي الوحيده اللي كاينه حاليا في شمال افريقيا عند المغرب؟ حاليا هي الوحيده اللي كاينه في شمال افريقيا، وكما سبق وقلت انها في نطاق التجربه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد.